النهارده جايه اقولك سر خطير، وهو انك ما عندكيش اكتئاب. انتي مش مكتئبه يا ستي، انتي مش مكتئبه. اسمعي بقى وركزي معايا كويس. اهم حاجه تكونوا عارفين ان انا دلوقتي في ديسمبر فايبس فيديوز بعملها كل اخر سنه. بحاول ان احنا نكون اون تراك اخر 10 ايام، نكون برودكتيف، نكون احسن في افكارنا ومعتقداتنا وكمان في يومنا وعاداتنا. فلو بيفوتكوا اي فيديو اتاكدوا ان انتوا تبقوا بتشوفوا البلاي ليست بتاعه ديسمبر فايبس، هتلاقوا فيها فيديوهات السنه دي والسنين اللي فاتت كمان. ويلا بينا اقولك انت ليه مش مكتئبه. بليز كيب واتشينج. طبعا كلنا بنسمع او بنقول الكلمه دي بسهوله جدا. اصلا انا كنت مكتئبه بقى فما عملتش، اصلا انا كنت مكتئبه فما نزلتش، اصلا انا كان عندي اكتئاب فما كنتش قادره اعمل الحاجه الفلانيه. كده فيديو على اليوتيوب لحكيم هندي. لا انتوا مستنيين اقول اسمه؟ انا من امتى حفظت اسماء حاجه؟ هو حكيم هندي بجد بيتكلم كلام تحفه. هو عنده دقن كده شبه الشيوخ، وانا مش عارفه هو مسلم ولا لا، بس هو بيتكلم كلام حلو قوي. وده كان كلامه عن الاكتئاب. قالك طبعا اللي عنده اكتئاب وده مرض حقيقي اكيد ده بيحتاج ان هو يروح لدكتور نفسي، ومش مختلفين عن الموضوع ده. بس قالك ان في بعض حالات الاكتئاب جت منين. بتبدأ من واحنا صغيرين، بنكون مثلا تعبنا مرة بالصدفة فلقينا بابانا ومامتنا اهتموا بينا قوي وما ودوناش المدرسة وقعدوا جنبنا وسهروا جنبنا وخدنا انتباه كبير قوي. فبيجي الطفل ده يترسخ في دماغه حاجة مهمة، ان هو لما بيتعب بياخد الاهتمام اللي هو محتاجه بزيادة. فبيعمل ايه؟ بيجي يوم من الايام هو مش عاوز يروح المدرسة، فبيقول ايه؟ انا بطني وجعاني. نفس الموضوع في الاكتئاب. بتكبر مثلا سي واحدة متجوزة وهي مزاجها مش حلو، فبتبقى عايزة تبين لجوزها شوية ان هي محتاجة اهتمامه، فمثلا بتستخدم انه هي تقعد زعلانة او تقعد في جنب او تبقى اوت اوف مود. فيجي هو يقول لها طب مالك، طب محتاجة اعمل لك ايه، وتاخد الاتنشن بتاعه. فغصب عنها الموضوع ده لا اراديا بيتكرر. انا مش بقول ان دي كل الحالات، انا بقول لكم بعض الحالات، وهقول لكم دلوقتي ده ايه علاقته بالموضوع. فتيجي تبص قال كده بالظبط. فمرة من المرات هتروح هناك في البريتندنج او في الاعتقاد ان انت مكتئب، مش هترجع تاني، مش هتعرف ترجع. هتصاب فعلا بالاكتئاب، هتصاب فعلا في الهم والحزن، وكمان هتبقى استك، يعني هتبقى محبوس هناك ومش هتعرف ترجع. بس اللي احنا مش عارفينه ان الاكتئاب ده مرض حقيقي. يعني ما ينفعش انت تيجي تقولي انا مش هاكل حلويات عشان انا عندي السكر. انت ما عندكيش السكر، فمش هتقدري تقولي كده الا لما تكوني عامله تحاليل ومتاكده ان عندك السكر، والا بقى قدر اقتناعك ده هيجيب لك المرض. نفس الفكره بالظبط في كلمه انا مكتئب. الاكتئاب يا جماعه هو حاله مرضيه، حاله مرضيه بتوصل ان هي توقف حياتك تماما، بتوصل ان هي تخلي عندك افكار اذيه او افكار انتحاريه بعد الشر، او افكار بجد خطيره جدا. من الاخر الاكتئاب ده مرض جدي واكبر بكتير من انه هو يبقى حاجه ديلي كلنا بنمر بيها. يعني الخلاصه اللي هو كان عاوز يقوله انه احنا بنقعد في مود الاكتئاب، او مود انه انا عندي اكتئاب، او اي حد يكلمني اصلا انا عندي اكتئاب، وبنستخدمه كمبرر لحاجات كتير، او بطريقه لا اراديه كجذب الانتباه. وده مش في كل الحالات طبعا، وساعات انت ممكن تبقي اصلا قصده تجذبي الاهتمام بس انت مش عارفه، وبتبقى حاجه مدفونه من وانت صغيره. فاللي هو عاوز يقوله بدل ما تعمل ده اشتغل. لو انت بتشتغل بس مريض، ما انت هتروح الشغل. لو انت بتشتغل بس جالك برد شديد، لو انت قصدي عندك امتحان وجالك برد شديد، ما انت هتروح الامتحان. فاتعود ان انت تشتغل 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 تشتغل، او يبقى يومك مشغول، او بتبقى بتعملي حاجات، فبالتالي هو الاكتئاب هيجي ويروح مع نفسه. ولكن لو انا قعدت اقول انا عندي اكتئاب انا عندي اكتئاب، حاجة هتحصل ان انا في مرة فعلا هأصاب بالاكتئاب ومش هعرف اخرج منه، وهقتنع تماما ان انا عندي اكتئاب وحياتي واقفة. فالاكتئاب يا جماعة مش كلمة نستسهل ان احنا نقولها. انت ما عندكش اكتئاب، انت ممكن مودك وحش، انت ممكن محتاج ريست، محتاج على رأي برضو الممثل الامريكي اللي برضو مش هقولكوا اسمه، قال depression معناها depressed معناها deep rest. يعني جسمك محتاج ريست، محتاج يهدى شوية، محتاج يتوقف شوية. وحاجة كمان سمعتها حلوة قوي، ان الانتظام في الصلاة بيعمل لنا الحاجة دي. في حد اجنبي برضو قالك ايه، قالك عشان يومك يمشي productive محتاج كل مش عارفة قد ايه من الوقت تاخد 45 دقيقة او اقل، تاخد 20 دقيقة ريست. كل كام ساعة 20 دقيقة، كل كام ساعة 20 دقيقة، فبالتالي البرودكتيفيتي بتاعتك هتعلى. وغالبا ده اللي بيعمله الصلاة، ان انت في يومك
تاخد ريست 5 مرات. انت بتفصل من العالم، بتقف بين ايدين ربنا وبتدعي وبتوصل لحالة نفسية هادية، وده اللي بيعمله. فمن الاخر كل اللي انا عايزة اقوله في الفيديو ده، انت ما عندكيش اكتئاب. حتى بقى لو انت كمان بقى عندك مرض الاكتئاب، اقنعي نفسك انه الاكتئاب ده مش موجود، وحاولي اكتر انك يومك يبقى مشغول، تكتبي كتير عن نفسك، عن مشاعرك، عن افكارك، وما تتكلميش عن اكتئابك مع حد. محدش هيساعدك ومحدش هيفهمك زي ما انتي متخيلة، ولكن الكلام في الموضوع والاسترسال فيه بيزود الحالة وبيزود شفقتك على نفسك، فبالتالي بتخشي في دوامة الاكتئاب الرهيبة. وفي نفس الوقت بنبه ان الاكتئاب مرض حقيقي، ولو عندك اي افكار انتحارية اكيد لازم تروحي لدكتور نفساني وتستشيريه في الحالة دي كانت تب عايزة اقولها لكم، وتاب عايزة اوجهكم ليها قبل ما نخش سنة جديدة، علشان نغير شوية المنتاليتي بتاعتنا فيها ونبقى احسن ومبسوطين. فحبيت اشارككم المعلومة البسيطة دي، ويا رب تكون عجبتكم وفادتكم، وبحبكم قوي قوي قوي، واشوفكم في فيديو بكرة في فيديوهات ديسمبر فايبس. يا رب تكونوا مبسوطين بيها، واكتبوا لي في الكومنتس ايه رأيكم في الموضوع النهاردة، ومتوقعين الفيديوهات الجاية هتبقى عن ايه. بحبكم قوي قوي قوي، باي. نفسك بس تسيبي البيت، لا احنا هنعمل كله مع بعض في يوم واحد، ودي بصراحة بتبقى حاجة حلوة قوي وبداية حلوة قوي، ان مش بيكون فيه ديول. البرين ستورمينج او بكتب كل حاجة، الحاجات دي اللي هي نحولها لفيجن بورد. كلت، سحنت، برضه مودي وحش. عشان لما بقولكم كده ده بيشجعكم ان انا مودي وحش بعمل حاجه ولا بيحبطكم؟ ازاي تفضلي مركزه طول الوقت، او تركيزك في الحاجه اللي انت عايزه تعمليها طول الوقت، وكمان ازاي تجهزي نفسك ل 2024 in points يعني مش فلوج. واخيرا عايزه اعمل فيديو عن ازاي تخشي 2024 عندك ثقه في النفس. في فيديوهات تانية بس انا يعني دول اللي انا عايزه اصورهم النهارده. كنت بجيب جفت لحد ولقيت البلانر دي، فما قدرتش ما اجيبهاش. انا ما شفتش جواها ايه، في واحده فتحتها وواحده لا، فتعالوا نفتحهم مع بعض. وفي الجزء ده بقى هيبقى عندنا الفيجن بورد، وهيبقى عندنا البلاننج وكتابه الاهداف.